هذه الحلقة برعاية في أحد أيام صيف 2008 كان في بين إيدي شريط سي دي، وهذا الشريط راح يغير مجرى حياتي لمدة يومين. بهاليومين زرت وأنا حامل هذا الشريط معظم بيوت أقربائنا ورفقاتنا وأقرباء أقربائنا، وناس قابلهم بالصدفة وناس يقابلوني عند ناس اللي قابلتهم بالصدفة. كان معي النسخة اللي بيبحث عنها الجميع. نسخة شو؟ كان معي نسخة من الحلقة الأخيرة لمسلسل سنوات الضياع، حملتها من موقع على الإنترنت ونسختها على سي دي بس لحتى أبهر الناس والعالم. أنت بتعرف شو يعني أنا معي الحلقة الأخيرة قبل عرضها على MBC؟ بتخيل ما بتعرف إذا كنت تحت 30 سنة، بس لأوصف لك حالي بهذا التوقيت وهي الحركة بقدر أقول لك إنه كنت واحد مفتري. أنا كنت واحد مفتري يا عزيزي. عام 2007 كان عام مفصلي لMBC، راح يدخل منتج جديد على شاشة البيت العربي غريب عليه بس بصوت سوري عامي، عكس المسلسل المكسيكي كاساندرا اللي كان باللغة العربية الفصحى واللي حرفيا كان يقعد الناس ببيوتهم من المغرب. وتحولنا بشكل ما من تبن لك يا ميغيل انخيل سوزا دي لورينزو كامورينيزي إلى معلم لا تقوصني الله يخليك. هذا النوع الجديد راح يخلق نوع من الانقسام داخل البيت الواحد ويخلق حالة جدلية بتذكرها تمام. كأي منتج جديد راح يدخل هذا المنتج ضمن نظرية المؤامرة عن كبار السن، وكانوا يحذروا امهاتنا من هاي المسلسلات اللي ابصر شو راح يحطوا لنا فيها افكار منحله اخلاقيا. بس بعد التفحيص والتمحيص صاروا يشوفوا انه البطل بغار وحمش وامه مثلا كبيره بالسن وبتصلي. لا امان يا جماعه، امان خلينا نتابعه، امان خلص امان. مع انه البطله بتحبل بلا زواج وما حدا بيستنتج انه كيف حدث هذا. المهم اخر شيء كنا نوصل لمرحله ما نعرف نشيل كبار السن من قدام التلفزيون، وكنا نرجع لهم بالشارده والوارده لنعرف شو راح علينا وايمت ممكن يكون في اعاده. الاباء بقى كانوا ايضا رافضين فكره متابعه الاعمال التركيه المدبلجه لانه ما بتعبر عن واقعنا الشرق اوسطي، بس شركات الانتاج حسبت حساب كل شيء وقالت لك والله خلي كل الرافضين قاعدين وناطرين اكثر من اللي حابين هي الاعمال، فراحوا نازلين بمسلسلات بترضي هي الفئه. نزل عمار كوسوفي ونزل مراد على مدار، وابائنا نفسهم صاروا يعطونا مصاري لنجيب لهم حلقات مترجمه ما نزلت لسه. تعالوا يا ابني مسوك روح جيب لي فيلم وادي الذئاب العراق تعال. ولما بتقول له شو عدا ما بدا بيقول لك يا ابني هدول حاطين ارواحهم على كفوفهم وحراس المعبد بدهم يقتلوا المخرج اذا كمل فيه. وفجاه صرت تشوف هالاباء اللي بعمرهم ما اندمجوا بمسلسل عم يبكوا على موت ميماتي مثلا. وموسيقى المسلسل كانت تعطيهم جرعه انرجي فظيعه، هي تطلع الموسيقى تلاقيه قال لك ومشتري لنا بزرقوم عجيت. خلينا نرجع للبداية، شو صار وما الذي حدث وشو التغيرات اللي حتصير بحياتنا نحن جيل الشباب. إكليل الورد كان أول عمل تركي مدبلج باللهجة السورية، ما كتير لفت انتباه الناس، كانوا لسه مستغربين وما عم يعرفوا هدول الممثلين من أي بلد وهي الأصوات أصوات مين. كان في شي غريب. مرحبا. لحالك؟ ايه تفضل. إلى أن نزل مسلسل اسمه إهلامور ألتندا، يعني تحت أشجار الزيزفون، اللي تحول بالنسخة المدبلجة لسنوات الضياع، أو بشكل أدق تحول ليحيى ولميس. وفجأة يا معلم وبلحظة غير متوقعة كل الرجال اللي عمرهم 40 سنة صاروا يعملوا شوارب مثل يحيى، إما بطلب من المدام أو إنه شي جهلة أربعينية مثلا، أو هو بحب الشوارب وما كان يعمل هالموديل ويحيى كان السبب. ما رح يقدروا ياخذوكي مني. الدراما التركية كان لها تأثير على واقعنا المعيشي، في تغيرات ملموسة صرنا نلاحظها بشكل فعلي. يعني نحن مثلا ذوي البشرة الحنطية والسمراء والشعر الأسود انضرب سوقنا تماما وبطل حدا يلتكشنا بسبب مسلسل نور أو قمش فضة. يعني بسبب مهند حياتنا تدمرت يا جماعة بدون مبالغة، صارت الأولوية كلها لذوي الشعر الأشقر والعيون الزرقاء، وطالما أنت أشقر وعيونك زرقاء تعطيني خدة، لك تعطيني خدة بدي بوسك لأنه مبروك أنت بتشبه مهند، حتى وإن كنت بتشبه النمس أكتر، بس ما أشقر مع عيونك زرق لك هات خدة، لك هات غدا مهند، لك عمي مهند الخالق الناطق. وهذا الشيء خلانا كشباب سمر انه ننقم على الشباب الشقر، وكان في حركه عنصريه بهي الفتره واضحه جدا. بعدين نزل مسلسل اسمه وتمضي الايام، البطل مو اسمر بس لا اسمه اسمر، وفجاه قرروا انه السمر حلوين ايضا وشخصيات، فالحمد لله اجى مين ينصفنا بليرتين. قلنا بنخلص من هالموجه بعد هالمسلسل، بيقوموا بيعملوا لنا مسلسل اسمه العشق الممنوع، مين بيكون فيه؟ مهند بنفس الاسم وبستايل شعر تاني بس لساته اشقر، هو اشقر اصلا الزلمه يعني
يعني رجعت الموجة من جديد، نسمع عبارات قدامنا بدون أي احترام لمشاعرنا، إنه يا أخي الشقار غير، والله إجاها عريس لبنت خالتك تقول مهند الخالق الناطق، مع إنه بيكون بالحقيقة بيشبه جحدر أكتر، بس خلص ما أشقار. MBC 4 كانت تقدحهم المسلسل ورا المسلسل، شي الحلم الضائع، شي عاصي، شي فاطمة، وصار حدث فظيع لما دبلجوا مسلسل ميرنا وخليل. خليل مين بيكون بقى؟ مهند. وتعا قنوع الشرق الأوسط إنه خليل ما مهند، وإنه اسم تاني له علاقة بالشخصية. خدع وحمية، دير بالك. بالحقيقة ما بس MBC كانت مهتمة بالدراما التركية، عندك قناة أبو ظبي اللي ظلت تنشر وتعيد نشر وادي الذئاب لفترة منيحة، وعندك قناة الراي اللي كانت أيضا تنشر أعمال تركية. المسلسلات التركية انتشرت مثل النار بالهشيم بالشرق الأوسط، لدرجة إن الممثل التركي وقت يجي على أي دولة عربية ينادوا له باسم الشخصية تبعه، مو شخصيته بالمسلسل التركي كمان، لا بالمدبلج. وتعا فهموا شو يعني مهند أو شو يعني تين، وتعا فهمها شو يعني لميس. بس هيك يا معلم، هيك شعبنا بده. وضل المسلسل التركي المدبلج ينعاد وينفتق فيه لدرجة إنه إخواننا المصريين عملوا افيهات كثير عن الموضوع، وانه اللغه التركيه ما هي الا لهجه سوريه بهالبساطه كده. حتى بمسلسل كبير قوي تم استخدام السوريه المدبلجه بسيزون كامل كبديل عن اللغه التركيه مثلا، وحزلقوم ابدع بالحكي السوري. لا بترجاك لا تقتليني. العملات، الذهب، المؤشرات والأسهم عبر حساب واحد. تداول بأمان مع مجموعة رحال للوساطة المالية. بالعودة لموضوع الشريط اللي كان معي الحلقة الأخيرة، مع إنه والله ما بعرف إلا شكل يحيى ولميس، لأنه صورهم وقتها طرشت الدنيا طرش. بس شو القصة؟ آخر همي أنا كان بدي اتنشن وبس، وبدي حرقص العالم. يعني معلش، كيف معك الحلقة الأخيرة من مسلسل لسه عم ينعرض، وكنت أنا أصلاً حضران الحلقة الأخيرة أوريدي، فمشاعري وأنا شايف الناس عم تحضرها كانت مو مشاعر واحد معه الحلقة الأخيرة فقط، كانت مشاعر واحد كاتب الحلقة الأخيرة، مؤلف الحلقة الأخيرة، مخرج الحلقة الأخيرة، لك منتج الحلقة الأخيرة. بهي الحلقة تقوص يحيى من تين، صرت راقب ردة فعل العالم وشوف مشاعر الأحباط، فكون أنا مبتسم ابتسامة مكر. تلاقي الكل تركوا المسلسل وبلشوا يحلفوني بربك ماتشي، أحكي بربك ماتشي. كنت أقول لهم الجملة الرسمية تبعيت كل الحرية، شوفوا بدكم تنصدموا آخر شيء. طفاك القدر يا شمعتي، خلانا جرب حسرتي. انصدموا لما وقف قلب يحيى وطلعت الموسيقى الحزينة واشتغل البكاء بالمسلسل واشتغل البكاء عنا، والكل صار يلومني انه ليش قتلته ليحيى. تقول انا اللي قتلته يحيى. انا كانت مجاري وقتها انه تابعوا راح تنصدموا اخر شيء. عمة الافراح يا معلم لما بتقرر لميس انه لسه في امكانية نصعقه فيشتغل. ولو صار له نص ساعة ميت، معلش كرمالي جربوا. خذ جرب كمان، ما في فايدة مشان الله يلا بسرعة. يا مدام لميس الأكسجين قطع عن الدماغ، لو عاش قلبيا حيعيش غبيا. لسان حالة للميس، معلش كل مالي زلبه، كل مالي يحيى قوم، الله يخليك قوم، يحيى. طبعا يحيى بهي اللحظة بيقوم وبيرجع للحياة، بس كده. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ وعمت الافراح والناس مسحت دموعها والامور صارت داكسه على الاخر. ضلت الاعمال التركيه تدبلج والامور رواق، الى ان صار في مشاكل سياسيه بين بلدان الخليج وتركيا، فتم ايقاف دبلجه وعرض الاعمال التركيه على هي المحطات بمقال عنوانه اقصر طريقه لتعلم اللغه التركيه للعرب، اعده الصحفي التركي عمير فورقان شينار. قال انه هذا الحظر اللي صار على الاعمال التركيه ما اثر ابدا على انتشار الاعمال التركيه، بل على العكس تماما، ساهم الحظر بانتشار الاعمال التركيه اكثر. كيف بقى؟ اكيد لانه تركي هيك حكى حتى يدافع عن اعمال بلده. والله يا صديقي بحب اقول لك انه هالحكي مزبوط ولا غبار عليه، والارقام بتحكي. طيب كيف؟ راح اعطيك مثال سطحي جدا. اذا علمت واحد على الدخان وتعلم، وانت الله تاب عليك وبطلت الدخان، هل شرط انه يبطل الدخان الشخص اللي علمته الدخان؟ ما شرط ابدا. لهيك اللي تعودوا على الاعمال التركيه رقدوا فورا لحتى يتابعوها على المواقع والصفحات اللي بتنزل هي المسلسلات المترجمه. جامعه نورث ويسترن بقطر اجرت ابحاث عن هذا الموضوع، تحديدا موضوع الحظر ونتائجه، وطلع معهم انه الحظر كانت نتائجه عكسيه، لانه الجمهور العربي راح وتابع الاعمال التركيه على مواقع ترجمه مسلسلات. الصادم اكثر بقى بهذا التقرير انه ارتفعت نسبه مشاهده الاعمال التركيه اكثر، وصار عدد العرب اللي بيعرفوا لغه تركيه عدد كثير كبير. والسبب كان انه المسلسلات التركيه سلاسلها طويله كثير، اكثر من موسم، يعني 200 300 400 حلقه يعني، ومده الحلقات طويله جدا حوالي ساعتين ونص. فاللي تابع وتعلق بالشخصيات عرف كثير كلمات ومصطلحات خلته يطورها وينميها ليتعلم لغه جديده. الشيء المفاجئ انه عدد
عدد كبير صار يتابع الأعمال التركية وقت عرضها دغري، يعني بدون ترجمة حتى. عداك عن ذلك الأعمال التركية نشطت السياحة بشكل لا يوصف بتركيا لمواقع تصوير هي المسلسلات. لك في ناس كانت تجي بس لتشوف مواقع تصوير الحفرة مثلا، أو في الداخل، أو السلطان عبد الحميد الثاني، أو أرطغرل، أو طيب حكيت لنا عن شو عملت المؤسسات الإعلامية العربية بالحظر بالنسبة للأعمال التركية ودبلجتها، بس ما حكيت لنا شو صار بهي الصناعة. أكيد كانت الأرباح من بيعها للعرب عالية جدا، وبالتالي خسارة كبيرة كتير للدراما التركية. نعم كانت عائدات تركيا عام 2016 أكثر من 600 مليون دولار سنويا، وهي حصة منتجين الأعمال الأتراك من عائدات الإعلان بالسوق العربي، وكانت نسبتهم 7.1% من الإعلانات. معناها شو كان مدخول القنوات العربية وقديش كانت نسبة فائدتهم، وهذا الحكي بحسب وكالة الأناضول التركية وفقا لدراسات عملتها مؤسسة أبحاث الجمهور الفرنسية. طيب شو صار بعد الحظر؟ انفك الحظر بعد 2-3 سنين، بس هون كانت الأعمال التركية عم تتدبلج وتترجم بمعظم لغات العالم، يعني كانوا عم يتوسعوا عالميا مو بس شرق أوسطيا، وانتشارهم كان من طاجكستان إلى دولة تشيلي بآخر الكوكب. مثلا عندك مسلسل قيامة أرطغرل تابعوا 3 مليار بني آدم حول الكوكب بأكثر من 85 دولة، وتركيا صارت الثانية عالميا بتصدير الدراما بالعالم كله بعد أمريكا يعني. وهذا الشيء فتح السوق أمام الممثلين الأتراك ليشتغلوا أعمال بمنصات عالمية أهمها نتفليكس اللي ما بيمر شهر بلا إنتاج عمل تركي جديد. العرب رجعوا للسوق، بس هالمرة ما للدبلجة فقط، بل للاستعانة بالمخرجين الأتراك اللي عملوا المسلسلات التركية أنفسهم ليعملوا نفس المسلسلات بنسخ عربية، مثل ما صار بالمسلسل اللي سموه ستيليتو وفي الداخل وغيره. طيب ليش يا الله ليش هالشهرة كلها؟ لك ليش؟ والله بيشطوا بمطوا كتير بأعمالهم، وفي أوفر ومبالغة وحشو. عشو كل هالشهرة ما عم بفهم. لا أنا هون وما تفهم يا باطل، ما أنا هون لحتى خليك تفهم. ولا حبيبي اللي مخلي الأعمال التركية متابعة رغم إنه نحن بعصر سرعة المعلومة وضيق الخلق من المحتوى الطويل، وهن بعكس هيك محتوى طويل كتير 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 كتير، اللي مخليها متابعة إنه في عناصر جذب كتيرة، إخراجيا كتير كتير أقوياء، وحبكاتهم متعوب عليها، يعني كبدايات ونهايات الجماعة جذابين جدا. موسيقى تصويرية مشوقة، وهذا مو سر، هن بارعين بهالقصة. أنا بس اسمع موسيقى وادي الذئاب بقوم لقاتل جيش بحاله. الممثلين وشخصياتهم عم تكون كتير معمولة صح، بتتعلق كتير فيهم. شخصية جلال بابا مثلا رغم انه شرير كتير الناس بتحب ضحكته. شخصية تورغوت قلب مثلا بقيامة أرطغرل كتير محبوبة عند الناس، بيعشقوا شيء اسمه فارتولو سعد الدين. اسمع لي موسيقى فارتولو بربك اسمع. كتير الأسباب اللي بتخليك تدمن الأعمال التركية، بس هل مانها محل النقد؟ مليانة هفوات، مليانة حشو، مليانة قطش ولحش، مليانة أغلاط، بس في شيء عم يغطي على شيء، وهن بارعين بموضوع تسويح المشاهد، بيعرفوا يسوحوه. يعني كيف يعني؟ قاعدة المسلسل بالقصة إنه أحمد يقدم برنامج مثلا، أحمد بالموسم الأول عم يقدم برنامج، وبالثاني عم يقدم برنامج، بالثالث برنامج عم يقدم، بالرابع يقدم برنامج عم. صدقني هيك المبدأ، القصة وحدة بكل المواسم، وحدة بس وحدة. الإضافات بتكون فنية أكتر لتخليك تتابع أحمد وهو عم يقدم برنامج، وأنت بتعرف إنه أحمد عم يقدم برنامج، وإنه أحمد بالآخر حيقدم برنامج، بس اللي ما بتعرفه إنه أحمد عم يتعب جدا بهالبرنامج. لهيك تابعوا البرنامج وضلوا بخير واعملوا شيء.